كل سنة بنكتب أهداف، هخس، هذاكر أكتر، هشتغل على نفسي، وبعدين بعد فترة بلاقي نفسي إن أنا رجعت لنقطة الصفر. فببدأ أسأل نفسي يمكن أنا كسولة، يمكن ما عنديش إرادة. بس الحقيقة إن الموضوع علمي أكتر ما هو يبقى شخصي. وإنت مش فاشلة، بس محدش علمك إزاي مخك بيشتغل. فاكرة في سنة من السنين اللي أنا كنت بدأت أعمل فيها الجلوين أب بقى، إن هو هبدأ سنة جديدة وهغير حياتي، اشتريت نوت جديدة وكتبت أهداف كبيرة جدا. جيم 5 أيام في الأسبوع، هتعلم مهارة جديدة، هقرأ كتابين في الشهر. بس بعد أسبوعين كنت مرهقة وما كنتش قادرة أكمل بصراحة. بس ساعتها افتكرت إن يمكن المشكلة فيا. بس بعد ما بدأت أقرأ أكتر في علم السلوك وعلم النفس، فهمت إن أنا كنت بلعب ضد طبيعة مخي. في البداية بيبقى عندنا دفعة دوبامين عالية، المخ متحمس بقى لحاجة جديدة. بس بعد كام يوم الإحساس ده بيبدأ يقل، لأن الحماس هو مش سيستماتكس، مش نظام تشغيل، هو يدوب مجرد الشرارة بتاعت البداية. عشان كده لو جينا نبص هنلاقي إن الناس اللي وصلت والناس اللي بتنجح هي مش أكتر ناس متحمسة، بس عندهم سيستم ان هم مستمرين، عندهم نظام تشغيل حتى لو هم مش حاسين بحاجة. السيستم ماشي حتى لو كنت مبسوطة، حتى لو كنت متضايقة، حتى لو كنت فرحانة، حتى لو كنت مشغولة، السيستم ماشي. المشكلة اللي ناس كتيرة بتقع فيها ان هم بيعملوا افكار او اهداف غامضة وكبيرة. يعني مثلا اكتر حاجة شائعة بنقول انا هكون ناجحة. يعني ايه ناجحة؟ انا والله هخس. طب امتى؟ ازاي؟ قد ايه؟ المخ عندنا بيحب الوضوح، يعني لما يبقى في حاجة واضحة ومحددة احتمالية انك تلتزمي بيها بيبقى اكبر بكتير. يعني بدل ما اقول انا هبدأ اذاكر بانتظام، ممكن اقول انا هذاكر ساعة بعد التراويح مثلا. عندنا بقى مشكلة تانية وهي عقلية الكل او اللا شيء. يعني مثلا انا رحت الجيم 3 أيام الأسبوع ده، واليوم الرابع ما رحتش، خلاص كده هي باظت، مش هروح الجيم تاني، ما لو غلطت يوم. لكن الدراسات بتقول إن الناس اللي بتسامح نفسها بعد أي غلطة بتعملها في السيستم بتاعها هم أكتر ناس بيلتزموا أكتر. يعني يوم وحش مش معناه إن السيستم كله وحش أو الإنسان نفسه وحش. حاجة تانية لو جينا نركز فيها هنلاقي إن إحنا بنقلل من قوة العادات الصغيرة. في كتاب أوتوميك هابتس الجيمس كلير كان بيقول إن لو 1% حصل تحسن كل يوم، ده معناه إن في فرق ضخم وكبير هيحصل في المستقبل. يعني واضح إن الموضوع مش محتاج قفزة كبيرة، هي محتاجة حاجة صغيرة أو عادة صغيرة وتفضلي تكرريها. بمعنى أنا كل أسبوع بنزل فيديو، دي خطوة صغيرة ولكن أنا بكررها. يمكن بعد فترة إن شاء الله يعني هتلاقي إن القناة بتاعتي كبرت. لاعب الكورة كل يوم بيتمرن لغاية ما تجيله المباراة اللي هيلعب فيها، فبالتالي حصل الفرق. طيب خليني أقولك دلوقتي الحلول بسيطة جدا. هو إحنا هنعمل إيه؟ ممكن أول حاجة تعمليها هو إنك زي ما قلنا إنك تصغري الهدف لدرجة تضحك جدا. يعني أنا عايزة استمر في الرياضة، فابدأي العبي رياضة كل يوم ربع ساعة. بمعنى إن لو المعروف عليه في الجيم إن أنا لازم أقعد على الأقل ساعة لساعة ونص، فأنتي اقعدي ربع ساعة بس، مش شرط إنك تمشي على السيستم بتاع العالم. المهم إنك تبدأي عادة جديدة. حاجة كمان مهمة قوي بتفرق معايا إن أنا أبقى بعمل لينك، بمعنى الحاجة اللي أنا عايزة أعملها أربطها بحاجة موجودة. طيب إزاي؟ أنا عايزة أقرأ كتاب، فأنا هبدأ أقرأ صفحتين وانا بشرب القهوة بتاعتي. انا ربطتها، كل مرة هعمل القهوة يبقى انا هقرا صفحتين من الكتاب بتاعي. حاجة كمان من روتيني، انا قبل الفطار كل يوم لازم ابقى بصور فيديو يوتيوب. فانا كده عرفت ان انا اول ما هصحى من النوم هصور فيديو يوتيوب لغاية وقت الفطار. ده بقى بيخلي الموضوع اوتوماتيك لوحده، انت مش بتبقي محتاجة تفكري فيه. انت بتصحي بتعملي الحاجة الفلانية، بتعملي القهوة بتعملي الحاجة الفلانية، نزلت من كذا بتعملي الحاجة الفلانية. فاهمة انت قصدي صح؟ حاجة كمان انك تركزي على الهوية اكتر من النتيجة. يعني ايه هوية اصلا يا ايمان؟ ماشي خليني اقولك. انا دلوقتي بصور يوتيوب فيديوز صح؟ هل انا قلت ان انا صانعة محتوى ولا قلت ان انا بصور يوتيوب فيديوز؟ ده معناه ان انا بعمل الحاجة دي بشكل متكرر ايا كان المسمى بتاعها، فبالتالي انا غيرت الهوية بتاعتي. لو انا قلت مثلا ان انا عايزة اخس 10 كيلو، دي حاجة مش واضحة ومش حاجة بيرسونال عنك انتي. ولكن لو قلت ان انا والله بدأت اكل صحي اغلب الوقت، دي حاجة خلاص هوية فيكي وانتي اوريدي بدأت تعمليها.
فبالتالي لما الهوية بتتغير السلوك تلقائي بيتغير معاها. حاجة كمان مهمة قوي انك لما تيجي تبدأي الحاجة اسألي نفسك سؤال مهم، وده لازم يكون البداية. هل انا بعمل الحاجة دي عشان خاطر نفسي فعلا انا فعلا عايزاها، ولا عشان خاطر اثبت حاجة لحد؟ لان لو انت بتحاولي تعملي حاجة زي كده عشان خاطر تثبتي للناس انك رياضية، انك يوتيوبر، انك ممتازة، هيستهلكك طالما الهدف مش نابع منك. يعني انا بصور فيديوز يوتيوب، هل انا عشان خاطر انا اوريدي عندي الاكسبيرينس اللي انا مريت فيها فانا بحب ان انا نقولها للناس، انا بحب اصور فيديوز، انا بحب اقعد قدام الكاميرا، ولا عشان خاطر الناس تقول عليا يوتيوبر وعشان خاطر الفلوس وكل الحاجات المتعارف عليها دي؟ لا، اوريدي انا بحب اعمل يوتيوب لذلك انا مستمرة فيه. فبالتالي انت مش محتاجة ضغط اكتر، انت محتاجة سيستم ذكي لايق عليكي. سيبك من كل المعايير للحاجة دي، سيستم لايق عليكي انت مرتاحة فيه، لان حياتك اوريدي مش هتتغير في يوم، ده شيء مستحيل. ولكن خليكي عارفة انك طالما مستمرة كل يوم ده معناه ان حياتك هتتغير بعد سنة، بس لو بدأتي بخطوة النهاردة. كده الفيديو بتاعنا بتاع الاسبوع ده يكون خلص. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناة، وتتابعوني على انستجرام وتيك توك وسناب شات عشان خاطر كل يوم ندردش مع بعض. واشوفكم يوم الاثنين الجاي. باي.